السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم حكاوي تيوب. النهاردة هنشرح ازاي تقدر ترفع ملف اكسل فيه داتا كتيرة، ازاي تقدر ترفع الملف ده على الموبايل بكل سهولة في خطوة واحدة. هنا معانا ملف فيه داتا أرقام والاسم، تقريبا 5000 رقم. مظبوط. في خطوة كده هنعملها زيادة النهاردة، يا ريت الاسم ما يبقاش باللغة العربية عشان مش هيظهر معانا الاسم مش هيظهر على التليفون، هيظهر بعلامة استفهام. انما لو عملت اسم باللغة الإنجليزية هيظهر معاك بكل سهولة. هنمسح الكولمان ده، وهنا أسمي مثلا وليكن كاستمر مثلا. لو أنا بشتغل في تسويق وأسمي كاستمر اس 1 مثلا، وهنا أخليه كاستمر اس 2 وأسحب بحيث إن أنا أعمل الأسامي كلها مسلسلة، كاستمر 1 و2 و3 و10 و100. هنسميهم أحسن من الأسامي بتاعتهم. كده أنا عملت 5000 رقم سميتهم باسم كاستمر، ولكن كل اسم برقم كاستمر 1 وكاستمر 2 3 4 5 لغاية 5000. الخطوة اللي جاية هحمل الملف اللي هو هسيب الرابط بتاعه في الوصف. هتحمله من الوصف وهيبقى الملف معاك بالشكل ده كده. أول ما تفتحه ملف إكسل عادي هتفتحه، بس هيبقى في الشكل ده كده، ما تغيرش فيه أي حاجة. وهنجيب الأرقام أو الأسامي في الأول مثلا. هجيب الأسامي من الملف ده كده، أعمل لها كوبي وأرجع للملف اللي أنا حملته وأجي عند النيم. هنا أهو النيم أول حاجة، أول عمود معايا، أول عمود بعمل نسخ الاسم. بعد كده برجع للملف التاني، بجيب الأرقام كوبي وأرجع للملف اللي أنا حملته وأتحرك آخر عمود عندي فون، آخر عمود اللي هو AE فون، أعمل بيست وأعمل كليك يمين على الأرقام كلها، بعملها سيلكت وبعد كده بعمل فورمات سيلز. بنزل عند كاستوم هنا وبختار أول حاجة الزيرو ده، وبفضل بعد هنا أصفار لغاية ما يظهروا 11 صفر كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وادوس اوكي. كده يظهر معايا الصفر على الشمال. بعد كده الخطوة اللي جاية مهمة جدا، ان انا هعمل از تاني فايل. بدوس فايل، بنزل عند سيف از، بحفظه هنا مثلا على الديسكتوب او في نفس الملف. هنا اهم خطوة اللي هي بختار الصيغة SCV اهي، هي الصيغة دي SCV. بدوس سيف. اوريدي بيقول لي في ملف نفس الملف، مش مشكلة نغير الاسم، نسميه وليكن أرقام موبايلات. سيف يس. بس كده الملف بقى عندي موجود فيه الأرقام ومتسيب بالصيغة اللي أنا عايزها. بقفل الملف سيف يس، والملف ده مش عايزه خلاص اوكي، مفيش مشكلة سيف. بعد كده بروح للخطوة اللي جاية وهي خطوة مهمة جدا. جوجل مثلا،
بفتح الايميل اللي انا مسجل بيه على الموبايل، الايميل اللي انا مسجل بيه على الموبايل، الايميل اللي انا فاتح بيه، ايميل الجيميل اللي فاتح بيه الموبايل. بفتح الايميل ده على الكمبيوتر عندي او على اللاب. بعد كده بدوس هنا جهات الاتصال. بعد جهات الاتصال بضغط على استيراد هنا. بعد كده اختيار ملف. بعد كده بختار الملف اللي انا عايزه اوبن. بعد كده بعمل الملف استيراد. هنا بيقول لي جري استيراد جهات الاتصال. هياخد دقيقة او دقيقتين. وبعد كده هيقول لي تم استيراد جهات الاتصال. قال لي تم، والارقام ظهرت. بقفل دي خلاص. الارقام ظهرت: كاستمر اس 1، كاستمر اس 10، اس 100، بعد كده 1001. الارقام ظهرت كل اسم بالرقم بتاعه. ولو فتحت التليفون هتلاقي الارقام دي ظاهرة عندك على التليفون. كده وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا. اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال يقدر يسيب استفساره في الكومنت، وأنا إن شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.